السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. أنا أم أحمد. لو أول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا لي في القناة. اليوم نعمل وصفة الكعك الفلسطيني، كعك الأساور. إن شاء الله تعجبكم الطريقة. وعملت منه قراقيش حلو كتير وطري أول حاجة بناخد كيلو دقيق. حطيت كيلو دقيق كامل. طريقة سهلة اعتمدوها يا بنات. بعد كيلو دقيق بحط كوباية سميد ناعم، مش خشن، ناعم وسط. السميد بنحطوه على دقيق عشان هديك القرشة. معلقتين سمسم محمصات طبعا، معلقتين حبة صودا، كمون اسود. آه، طبعا ما بنستعمل لها بيكنج بودر، بنحط خميرة. هنا دقة الكعك حمصتها أنا في البيت، عملتها في البيت طازة، ريحتها ما شاء الله. نحط حليب بودرة معلقتين. هنا شوية جوزة الطيب حسب الرغبة، اللي ما بحبها مش ضروري يحطها، لكن هي حسب الرغبة. ريحتها حلوة في الأكل، في الكعك بالذات. حطيت عليها محلب مطحون، طبعا محلب. هنا معلقتين سكر ناعم. نمزج كل المقادير الناشفة. شوية قرفة حطيت. كل المقادير الجافة مع بعض ومعاهم الخميرة. ما حطيتش بيكنج بودر طبعا، بس خميرة، لأن البيكنج بودر لو كانت الكمية كبيرة وقعدت فترة بنشف الكعك. خلطت المقادير الجافة كلهم مع بعض. زي ما انتم شايفين عملت فيها حفرة. أنا طبعا مفروض كوبايتين دهن. حطيت كوباية زيت زيتون، كوباية سمنة حيواني، سمن حيواني. لا تنسوا الاشتراك في القناة واعملوا لايك للفيديو. جزاكم الله كل خير. كتبولي في التعليقات من وين بتتابعوني. هيك لازم ندخل مرحلة البس. لازم نبسه بعدين بالإيد أحسن. أنا حركته بالمعلقة، لكن ضروري إن نبسه. هذا شوفوا قوامه كيف، بس هذا الدهن بس، ما حطيتش مواد سائلة لسه. في عندي كوباية مية ينسون. أنا عجنته بمية اليانسون. إن العجينة ما بنخليها ترتاح كتير، بس بجهز الحشوة. هنحشيها بالتمر بالعجوة على ما ترتاح. غطيتها عشان استعملت التمر هذا، نوع العجوة هذا مطحون عندنا هنا في أوروبا. مش بنجيبه تمر وبنطحنه، يعني بكون جاهز. بنحط عليه باقي ريحة الكعك. بحط عليها شوية سمنة عشان ما تصير طرية وما بتلزق في الإيد. جربوا الطريقة إن شاء الله راح تعجبكم كتير. شوف العجوة كيف صارت، وما بتلزق في الإيد بالمرة وانت خلال الشغل. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. حاول تعملوهم نفس المقاس يعني
اعذروني على التصوير لاني بصور بايد وبشتغل بايد. سميكة كتير طلعت. حاول ان ندخلها. انت هيك بتعملي في الاول صغيرة بعدين بتشتغلي عليها، بتفرد الحشو مع عجينة الكعك، يعني بصيروا تكون مليانة وحلوة. هيك لحد ما نكمل الكمية. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وهذا اول صنف من اصناف حلويات العيد. وتابعوا القناة لحتى تشوفوا الفيديوهات الجاية. ان شاء الله نعمل غريبة، بنعمل وبسكوت الماكينة، نعمل حلويات فلسطينية وحلويات ليبية. شفتوا الحشوة ما شاء الله معبية الكعك. كانت هذه كل الكمية، عملت تقريبا 100 حبة. إن شاء الله طيب.